السلام عليكم ورحمة الله. معاكم دكتور أسامة عرفة، استشاري طب الأطفال وحديث الولادة ببورسعيد. سريعا، اللبس اللي يلبسه الأطفال في الفترة اللي احنا دي، الفترة دي محتاجة مننا لبس معقول. في ناس بتلبس الأطفال كمية لبس عازل غير عادي. الطفل حديث الولادة والأطفال أقل من 6 شهور لو احنا لبسناهم ممكن نعمل زيادة، يعني ممكن نعمل حاجة اسمها اوفر هيتنج اب تو ان الطفل يوصل حرارته 40. ولو تلاحظوا ان اللبس في الاطفال في الفتره دي زايد جدا 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 لدرجه مش منطقيه. لو في الشارع ماشي، لكن تبقى بيبقى في البيت. عشان اديكم مثال سهل اوضح لكم بيه الرؤيه دي او النظريه دي، هنتكلم على لبس الاطفال مثلا في المستشفى والحضانه. انت بتشوفوا في الحضانه الاطفال لابسه ايه؟ حديث الولاده اللي هو اصلا طفل مريض ومحبوس في المستشفى لابس بامبرز ومن غير لبس خالص. يبقى الطب ارتقى ان الاطفال اللي في الحضانه والاطفال كده اخلي الجو اللي حواليهم هو اللي حرارته معقوله واللبس مش مهم. يبقى هنا مهما لبست الطفل لبس كتير قوي من غير ما يحافظ على درجه حراره الغرفه اللي هو بيعيش فيها هيبقى عندي مشكله. يبقى احنا مهم جدا درجه حراره الغرفه تبقى من 25 27 28، الرينج ده كويس جدا، واللبس يبقى معقول، قطعه فوق وقطعتين تحت. لكن كميه اللبس والبطاطين و هتبقى مشكله، بالذات في حديث الولاده ان ممكن حرارته توصل 40 مش من مرض، نتيجه التسخين الزياده واللبس الزياده. ادي رقم واحد. رقم اتنين، خلي بالك كميه اللبس دي احيانا بتضغط على نفس الطفل. في ناس بتحط لبس كتير لحديث الولاده اللي هو ضعيف جدا، صدره بيطلع وينزل، ما بيقدرش ان هو يستوعب النفس نفسه، وده ممكن يعمل مشكله ويوقف النفس عند الطفل. اوكي، انا لما باجي اكشف على طفل بفاجئ بكميه اللبس اللي لابسها اللي هي اصلا حرارته عاليه وجاي مريض ومفيش مكان يطلع منه الحراره من جسمه غير وشه، وشه مزنهر جدا. خلي بالكم يا جماعه، جلد الطفل والجلد ده هو رادياتير الجسم. ينفع الرادياتير بتاع العربيه وهي ماشيه نكتمه او نقفله؟ هيعمل لنا مشكله. الرادياتير بتاع الجسم بيضخ الدم للجلد يبرد ويدخله تاني لما يبرد درجه الحراره، فده بينزل حراره الجسم. لما انت تلبسه كميه اللبس ده وما يبقاش باين منه الا عينيه ووشه، ده مشكله كبيره جدا جدا جدا. الخلاصه يا جماعه، اللبس يبقى معقول، والدفى مش بيجي باللبس على قد ما بيجي بالجو المحيط للشخص. يعني الجو المحيط هو الاهم واللبس هو رقم اتنين. كميه اللبس الكتيره مع جو برد، المناخير والجسم هيحس بالبرد وهيعطس ويرشح ويكح ويعيا برضه مهما كنت ملبسه. الاهم هو درجه حراره الجو اللي بيعيش فيه الطفل، اللي هي بتتراوح من فوق 22 23 25. كل ده كويس، ممكن نظبطه بتكييف او بدفايه او بالاغلاق نفسه، لكن مش بكميه اللبس الكتيره. اللبس مع درجات الحراره دي ممكن يفرق جدا. الحاجه الثانيه، البيبي حديث الولاده يستحسن ان احنا ما نقعدش ندخله الحمام نشطفه على الحوض او نوديه او نجيبه او كذا، لان درجه حراره الحمام تملي اقل من درجه حراره الغرفه اللي هو فيها ب 10 درجات، وده بيعمل صدم دروب في الحراره، بتنزل مره واحده بتخليه يعطس ويكح ويتعب زياده. مطلوب جدا نحافظ على درجه الحراره حوالين الاطفال، ما يتحركوش جوه الشقه كتير لو في فروقات حراره، لو انت مدفي مكان او كذا. اللبس يكون اللبس المعقول مش اللبس الزياده، بالذات اثناء ارتفاع درجات الحراره والمرض، لان ده بيأذي الاطفال وبيزود الحراره ويخلي الحراره ما تنزلش. اطيب تمنيات لحضراتكم والاطفالكم بالصحه والعافيه. شكرا.